يا مساء الخير، يا مساء العافية والمحبة والجمال على عيونكم خواتي إخواني متابعيني الأعزاء الكرام. جيت اليوم وياكم وفيديو مشاركة وغدا جديد، واليوم مشاركتنا من بيت العائلة، من بيت أهلي مجموعين أني وحبيباتي خواتي، وقاعد نسوي غدا إحنا وست الحبايب. ربي يحفظها إلنا ويحفظ كل أمهاتكم. اليوم راح نسوي مرقة الحمص، عليها مكعبات من اللحم هيجي شكلها يعني مثل القيمة، وياها الرز الأبيض، واليوم الرز عنبر. وهاي هنا بعد ما سلق الحمص خليته على جنب وحدة يسلق، وحضرت الشغلات اللي يحتاجها، انه البصرة والماجي مال اللحم والهيل والبهارات المختصة باللحم، الفلفل الأسود، وهاي الكمية مالت البصل اللي أحتاجها للمرقة، وأكيد الشي الأساسي المعجون. وهاي مكعبات اللحم مخليتها على صفحة وحدها تسلق همينة. وبعد ما نشف مي اللحم وحمسته ضفت كمية البصل، وراح نقلبها زين نحمسها سوا. ونظفت الشغلات اللي عديت لكم إياها. طبعا بنات ما أسولف لكم، طعم صار يجنن والأرياح فتشي كلش حلو. هاي ما خلينا المعجون هم راح نحمسه ويا اللحم وباقي المواد. ولحد الآن ما ضايفين الحمص سلقته وطفيته وخليته على جنب. طبعا اليوم ست الحبايب وياي وإيدها خير وبركة. طبعا أحس الأكل إله لذة وطعم شي ثاني إذا أمي تخلي إيدها بالأكل، وهي تخلينا الكمية المي اللي نحتاجها للمرقة والمعجون كامل، وراح نخليها تستوي على مهلها. وهنا استوت عندنا المرقة الحمص أو القيمة وطفيت جواها. اللي يوصل هنا بالفيديو لا ينساني باللايك والاشتراك ودعم القناة حبايبي. وهاي أنا دا أطبخ التمن، كلكم تعرفون طريقة طبخ التمن اللي أسويها. وهيج كملنا غدانا وبدينا نصب مواعين التقديم. لهنا أنهي فيديو اليوم وياكم، وانتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة بإذن الله. سهمنا وسهمكم ألف مليون عافية، في أمان الله.